هل الشعب المصري جبان وبيسيب المحتلين والغزاة يدخلوا من غير ما يدافع عن بلده؟ اليومين دول بلاحظ تطاول وسفالة على المصريين بأنهم خانعين وساكتين. لا طبعا، الشعب المصري شعب عظيم وله صولات وجولات في الدفاع عن بلده ضد المحتلين. حد قدر يرصد حركات المقاومة ضد المحتل الفرنسي؟ مفيش مكان أو قرية أو مدينة في الصعيد المصري لم تقاوم الاحتلال الفرنسي بشكل جسور. مثلا معركة أبنود النيلية كانت 3 أيام في إبريل 1799، وفي مارس كانت معركة أبنود وسط المدينة وأسيوط والمنيا وجرجة وسوهاج وطحطة وعنبر وأسوان وبني سويف. مفيش مكان في الصعيد المصري إلا وقاوم الاحتلال الفرنسي. نابليون بونابرت قعد في مصر 3 سنين، ولولا مقاومة المصريين الجسورة كان قعد 300 سنة وقعد 200 سنة وقعد 100 سنة زي ما قعد في بلاد عربية تانية. إنما حابب أشير هنا إلى الجسارة مع أهل النخوة اللي تمت من أحبائنا وأهلنا من عرب الحجاز وعرب ينبع. وفي الوقت ده تقريبا كان البحر الأحمر بين مصر وبين الأراضي الحجازية مسافة صغيرة جدا، لم يكن البحر الأحمر قد اتسع هذا الاتساع اللي موجود عليه الآن. كان مجرد بحيرة صغيرة بين شاطئ مصر وشاطئ ينبع أو الحجاز. كانوا بيجوا ويتضامنوا مع أهلهم وحبايبهم والذين صاهروهم في قوس وقنا وطحطة وسوهاج وأسوان. معرفش ليه سقط من عطاءات المؤرخين التضامن الجميل والتلاحم بين المصريين وأهلنا في نجد والحجاز وينبع، اللي تضامنوا كثيرا مع المصريين في مقاومة الاحتلال الفرنسي.